محدش كان مصدق ان القرار هيطلع بسرعه كده من الاتحاد الدولي، خاصه من كولينا رئيس لجنه الحكام الدوليه، والحكم يصنف الأسوأ في المرحله الثانيه خلال المباريات اللي اتلعبت في الثلاث مباريات. فعلا حق العراق بيرجع. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. فضلا لايك، بارتاج، بشكر كل الناس المحترمه اللي بتشترك واللي بتدعمنا في القناه. الحكم الياباني والفضيحه والظلم اللي عمله في ارضيه المباراه امام المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي بطرده في اول دقيقتين من بدايه اللقاء. اي نعم هو في البدايه ادى الانذار، بس لما راح مستدعيته غرفه الفار قالت له ووريته كذا زاويه، مش كل الزوايا، المفروض كان الحكم يتيقن ويتفرج على كل الزوايا علشان يطمئن قلبه. اما ان يتم تحجيمه بزاويه رؤيه معينه، اعتقد الموضوع في انه، وده اللي كشفه رئيس لجنه الحكام الدوليه. ومش بس كده، تم معاقبه الحكم، وكمان لان الحكم نفسه اعترف انه لما شاف اللقطه اكتر من زاويه تيقن ان كان ممكن قراره الاولاني كان قرار صحيح، او يمكن يبقى فيه التحام. طبعا هتقول لي اللجنه الدوليه اخذت عقوبه واخذت. هقول لك اصبر عليا. المراحل اللي زي دي لازم لجنه التحكيم الدوليه تبقى قراراتها عقلانيه، مش علشان خايفه، ولكن مش كل مباراه هيتم فيها خطا هيتم التصريح عن الاخطاء وعن العقوبات. المشكله ان الحكم ما غلطش في المباراه دي بس، ده حسب ضربه جزاء من وحي الخيال، الفار استدعاء. لا مش هينفع، انت كده هتقلب علينا الدنيا. لازم تبقى الموضوع فيه موائمه. احنا حسبنا عليهم طرد واثر عليهم بدنيا وخلاهم يخرجوا من المباراه، لان بنفس الاعلام الكويتي بتصريحاته قال لولا الحكم ولولا الطرد اللي حصل للاعب المنتخب العراقي لكان المنتخب العراقي متقدم علينا على ارضنا وسط جمهورنا. 10 لعيبه كانوا حارجين المنتخب الكويتي وسط ارضهم وسط ملعبهم، وده بالفعل يؤكد ان اسود الرافين المنتخب العراقي منتخب قوي، منتخب منافس وبكل جداره على تصدر المجموعه وصعوده الى كاس العالم. اللجنه الدوليه رأت ان الحكم دوت ما ينفعش يدير مباريات قوية، او ما ينفعش يدير كمان مباريات المنتخب العراقي في الثمان او 9 مباريات المتبقية في تصفيات. دي عقوبة، دي بالنسبة للحكم بتبقى عقوبة قوية، بيبقى عمل عقوبة جسيمة حتى لو تغيير مباراة. هل بعد اعتراف اللجنة الدولية او الاتحاد الدولي ان الحكم بالفعل اخطأ وتم استبعاده؟ وطبعا القرارات ديت ما بتبقاش معلنة بزيادة، بمعنى ان مش هتلاقي الحكم دوت هيدير مباراة القادمة، مش هيدير مباراة المنتخب العراقي في تصفيات كاس العالم، انتهى الكلام ده كله. ولكن هل هيتم المنتخب العراقي تعويضه وإعادة اللقاء؟ هقول لك أنا حاجة، هقول لك الإجابة من الخلاصة عشان محدش يشتغلك كتير. كان زمان مباراة العراق والأردن في كأس آسيا كانت اتعادت، بس على الأقل هيبقوا عاملين لك احترام، على الأقل هيبقوا معينين لك حكام صفوة علشان تاخد حقك، لأنك لو أخدت حقك زمانك دلوقتي عندك 6 نقاط كاملة متصدر على المنتخب الأردني أو المنتخب كوريا الجنوبية. ولكن ترتيب المجموعة المنتخب الأردني برصيد 4 نقاط في الصدارة، المركز الثاني كوريا الجنوبية ب4 نقاط، والمنتخب العراقي بنفس الرصيد ب4 نقاط في المركز الثالث. ولكن المباراة القادمة هي مباراة فيصلية من المنتخب الفلسطيني يوم 10 أكتوبر 10/10. لازم المنتخب العراقي يبذل كل مجهوده علشان يحصل على 3 نقاط ويصعد الى الصداره من جداره من جديد برصيد 7 نقاط. كل دوت، هل الاتحاد العراقي هيسكت؟ لا، الاتحاد العراقي مش ساكت. الاتحاد العراقي مقدم شكوى للفيفا واللجنه الدوليه للتحكيم علشان يثبت فيها، علشان يحتج على الظلم. هل الشكوى دي هتعيد اللقاء؟ هتعيد المباراه؟ انا من وجهه نظري لا اعاده المباراه، لان ما حصلش حاجه جسيمه. امطار، جمهور نزل ضرب اللعيبه، تحديف طوب، الحكم اتصاب وما كانش فيه حكم بديل، ما كانش فيه حاجه قهريه انها توقف المباراه. ولكن المنتخب العراقي على الاقل بالشكوى ديت يتم تعيين حكام صفوه ليه يقدروا يديروا اللقاءات القادمه. ولكن هيبقى في عداله، هيتعين حكام فار، مش هنشوف حد يتعين
ذمته خفيفه. بمعنى ايه ذمته خفيفه؟ يعني مش هنلاقي حد ضعيف. انتوا عارفين في بعض من الحكام بتشوف الجمهور، بتشوف الملعب، بتشوف الحاجات بره الملعب، بتنسى نفسها. وفي الدرع والتحويلات بتبقى موجوده. كل الحاجات ديت هل عندنا اثبات؟ لا. بس على الاقل عندنا حاجات كتيره تم اعلانها قبل كده من الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي والاتحاد الافريقي، ان الحكم ده اخذ والحكم ده اخذ والحكم ده تم ايقافه مدى الحياه بسبب تلاعب في المباريات. يعني موجود. وانتوا عارفين اغلب الدول اللي معاها ممكن تشتري اي حاجه، وانا ما برميش اتهامي لاي حد معاذ الله، ولكن بنقول زي ما في حكم صفوه هنقول في حكم ضعيف زي الحكم الياباني، زي ما هنقول في حكم نفسيته ضعيفه، ان زي ما هنقول ان في حكم مرتشي ممكن يقبل. ولكن المنتخب العراقي او بعد الاتحاد العراقي قدم شكوى قويه واحتجاج رسمي وتعنيفه. ومش عايز انسى دور الجماهير العراقيه اللي على كل التواصل الاجتماعي انها دخلت على صفحه الحكم وانها دخلت على صفحه الاتحاد الدولي. لا، الناس دي قويه، الناس دي ماهيش ضعيفه، الناس دي صوتها واصل. علشان كده الاتحاد الدولي اعلن ايقاف حكم المباراه، عدم ادارته لاي مباراه للمنتخب العراقي اثناء تصفيات كاس العالم القادمه. كل التوفيق للمنتخب العراقي، ان شاء الله صداره، ان شاء الله يتم على الاقل اخذ حقك والافضل في ارض الملعب يفوز. المباراه القادمه هي الامل للعوده من صداره من جديد. اي نعم، اول مباراه فوز، ثاني مباراه تعادل خارج الاراضي ولسه مباراه العوده في العراق. ولكن انك لما تفوز خارج ارضك، لما تفوز بره ملعبك، بتبقى فرصتك اقوى الى اعتلاء الصداره. وزي ما احنا عارفين المدير الفني للمنتخب العراقي الاسباني طالب منتخب، وبالفعل تم انشاء منتخب رديف علشان يبقى فيه لعيبه جاهزه لما يحصل لي اصابات، لما يحصل لي اي حد يقدر يغيب عني يبقى عندي البديل. وهو ايضا هيبقى مشرف عليه. وطبعا طلب من الانديه برضو ان الجوله القادمه او الجوله اللي قبل مباراه فلسطين تتاجل او ما تتلعبش، او يتاجل انطلاق الدوري، او يتلعب مباراه دوليه قويه علشان نشوف فورمه اللعيبه. كل دوت عايزه قبل مباراه فلسطين، وكلنا واقفين مع المنتخب العراقي وصول الرافدين ان شاء الله الى حلم الوصول الى بطوله كاس العالم القادمه 2026. وكل المنتخبات العربيه تسعد بجداره وبشرف وباستحقاق، وكلنا وراء المنتخب العراقي وصول الرافدين ليحقق الحلم ويصعد الى كاس العالم مكانه وشرف يستحقه كل الجماهير العراقيه. بشكركم شكرا جزيلا. اوعى تنسى اللايك، اوعى تنسى البارتاج والمشاركه، ولو انت اول مره تتفرج عليا دوس اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا. سلام عليكم.